عشان كده هو بيركع وبيخنع وبيخضع يعمل كده، لكن احنا لا. ده بقى ميزه المجتمع الاوروبي المحترم القوي. زي ما الشريف صاحبنا نزل الامارات اتحبس، لكن حد يقدر يجي ناحيتنا هنا؟ لا، عشان دي ناس محترمه. عندك بقى حريه راي وحريه تعبير وحمايه، وايه الجمال ده؟ شايفين الجمال ده؟ احنا نفسنا بقى نبقى زي الناس المحترمه دي. ضباط الشرطه هنا يحموا الناس المحترمه، يحموها بعينيهم ويفديك. تشوف ضابط الشرطه هنا قلبك يرفرف وتحس بالطمانينه والهدوء. بصوا اهو سايبيننا بحريتنا اهو، نعمل اللي احنا عايزينه، لا بنضرب ولا بنقتل، خلاص طالما. لكن حريه راي، قول وجهه نظرك. حتى انا من حقي اقول وجهه نظري في اسبانيا، مع اني مش اسباني ومش من حقي، دي بلدهم هم احرار. ومع ذلك لا، عشان لو عندك اي سلبيات اطلع قول. في بلدنا بقى حد يقدر يتكلم كلمه، حد يقدر يفتح لايف، ده الراجل بتاعهم مواطن ونص قال لك نفسيته اتكسرت. فالمهم ما حدش عايز تقول ولا معتقلين ولا نهر النيل عاجبك ولسه سيسي كويس وعايزين تعملوا محور، وانا انا بدافع جوه في بلدي. ده انت قاعد بتعرض له شفطوك، امال هيعملوا فينا ايه؟ شريف اعتقلوه في الامارات، ايه اللي كل واحد بيتحبس؟ ايه ده حليت؟ بطلوا بيع بقى رخيص يا رخاص يا رخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محمد علي رجع من جديد وبيقول في ثورة جديدة، وكمان بيقول ان ثورة 11/11 كانت ثورة ناجحة ليه بقى؟ بيقول ان الشعب منزلش وان النظام كان مرعوب ان الشعب منزلش. يا سلام، هو ده بقى وجهة نظرك يا محمد يا علي؟ كمان بيقول بقى في حرية بره في اسبانيا وفي جميع الدول الاوروبية، بيسيبوا الشعب براحته، والشرطة بتسيب الناس براحتها في الشوارع يعبروا زي ما هم عاوزين، وكده هم مرتاحين نفسيا لان الشرطة سايباهم براحتهم في كل حاجة، ومحدش بيحاسبهم ولا بيعاقبهم على اي حاجة. هو ده النظام بقى بره اللي محمد علي بيتكلم عليه. يعني معرفش ده بقى كذب ولا ده حقيقة. ده لو مسكوا واحد بره بس عمل غلطة كده، كل الشرطة بتالي يعني بتخليه كده في الأرض، غير انها بتكلبشه وانها بتاخده وبتعاقبه على أقل حاجة. يعني بطلوا بقى كذب شوية، بطلوا كذب. انتوا الناس يعني مش عارفة عاوزين ايه من مصر، سواء بقى نرمين عادل، سواء دينا الحناوي، الناس بقى اللي هي بقى كلكم يعني واخدين كورس واحد، ان مؤتمر المناخ فشل، وسناء عبد الفتاح جت وقلبت الدنيا، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مكسوف من العالم عشان المؤتمر فشل. فين المؤتمر اللي فشل ده؟ انتوا هتموتوا محروقين، والله هتموتوا محروقين من مصر. ثورة ايه اللي انت راجع تقودها من جديد؟ يا اخي خلي عندك دم واتكسف. يعني بيتهيالي كده، يعني انتم محسسيننا ان مصر هنا بقى ايه؟ بننزل نلاقي بقى يعني حروب في مصر. يعني بسم الله ما شاء الله، بننزل كل يوم نودي ولادنا المدرسة في امن وامان والدنيا جميلة وزي الفل، وانتم محسسيننا كده وانتم بره ان الدنيا هنا قايمة ومش قاعدة في مصر. تقول لا بقى شوية في مصر، تقول لا. تعالوا يا جماعة بقى نسمع محمد علي بيقول ايه على الثورة الجديدة، وهو عاوز يعمل ايه، وعاوز يحرر شعبه ويحرر البلد اللي احنا عايشين فيها من الاستعباد اللي احنا عايشين فيه. نتكلم بقى في الموضوع الاهم في كل القصة السوداء دي. عايزين نشوف علاقة الدول بينا. البرلمان الاوروبي ورئيس وزراء بريطانيا والدنيا كلها نزل، يعني رئيس وزراء بريطانيا نزل معاكم اختكم، افتكر اسمها ساره، عشان اخوها علاء عبد الفتاح. بصوا القوه والاحترام، مع ان الناس برضو ليها مصالح، ما قلتش حاجه، وبتعمل بيزنس وده حقها، بس بصوا القوه. كان ممكن قال لك نعمل بيزنس، هنبيع له مصلحه، نجيب له طياره، يشتري مننا طياره، يشتري مننا ادويه، نكتم على الموضوع. ومع ذلك لا، اخدوا معاهم ساره ومنظمه حقوق الانسان وبتاع، وقلبوا له المؤتمر جوه البلد غصب عن عينه، غصب عن عينه. مع ان ساره دي عليها احكام بخوجه في المعتقل نزل. وكمان طردت في قلب القاعه واحد، اتطرد عضو مجلس الشعب. قدامكم اهو، ده جوه الايه؟ جوه البلد. بعد مؤتمر المناخ البرلمان الاوروبي طلع قال ان الراجل ده بيعتقل ناس وبيظلم ناس، والراجل ده ما بيهتمش بحقوق الانسان. شوف الناس المحترمه، شوفوا القوه، شايفين القوه؟ ايا كان بقى، مش هنخش بقى في تفاصيل، لكن شوفوا قالوا ايه؟ مع ان ليهم مصالح مشتركه مع مصر وبيستفيدوا من مصر، والتاني طبعا كل النهار ياخد منهم قروض بفوائد، يتنزل لهم عن ذهب، يتنزل لهم عن غاز. هو بقى ايه؟ عايز فلوس وعايز عشان يعدل الزفت والمصيبه اللي هو فيها، اللي ان شاء الله مش هيعدي منها، ده عليه ديون متلتله. وما يخاف على مصر غير اهلها، وده الطبيعي. مش هيخاف على قطر الا شعبها، مش هيخاف على اسبانيا الا اهلها، مش هيخاف على انجلترا الا ناسها، امريكا نفس القصه. احنا كده كمصريين ما هيخافش على البلد ديت غير اللي اتخلق فيها وشافها وحبها وحب شعبها ومنهم. احنا ان شاء الله مكملين، مش حاجه اسمها عمليه احباط، احنا منتصرين. يكفي ان احنا عاملين رعب للنظام، خضه للنظام، دي كفايه، دي بالدنيا كلها. ومش احنا،
انتوا اتجرأتوا وعملتوا فيديوهات وفي ناس تم اعتقالها، معلش كلنا بندفع الثمن، ولكن في الاخر ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونحرر بلدنا. وقريب جدا نقبه ام لم نقبه السيسي واقع، السيسي فلس. الديون اللي عليه لو السعوديه تبرعت له كل اموالها وقطر تميم اداله الاستداد بالمكاسب اللي هتجيله، السيسي مش هيقدر يقوم. كفايه بس مش هقول الدين الخارجي، الدين الداخلي. ومساء الفل على اهلي وناسي، وان شاء الله باذن الله النصر لينا. مع ذلك البرلمان الاوروبي طلع قال كلمته، مش بقى عشان مؤتمر المناخ اللي طلع فيه المجاري وطفحت ومش لاقيين اكل وضحك على الصحفيين وقعد يفتش، حتى الصحفيين الاوروبيين بقى يفتشوا اكنهم مصريين، اكنهم معاهم مفاعل نووي، الحق فضحوه بره في البرلمان الاوروبي. طيب يبقى دي اوروبا، تعالوا بقى نبص على الخليج، ودي المصيبه. السعوديه حطت 5 مليار وديعه، جابت سيره ان عبد الفتاح السيسي بيظلم الناس. كانت انا ما بتكلمش على الشعوب، بتكلم على الحكام. كانت محترمه زي البرلمان الاوروبي، اسمها سناء، اللي كانت اخت علاء عبد الفتاح، يا ربنا يا رب يفرج عن اخوها. جابت السعوديه قالت عبد الفتاح السيسي اصله بيعتقل علاء عبد الفتاح وبيعتقل البنات وصغار السن وكبار السن عشان حريه الراي. ابدا، يدوا له فلوس 5 مليار وديعه، هم مش ليه ولا حاجه، دي وديعه ومش هتعمل له حاجه، بس بوريكم مين اللي معاكم ومين اللي عليكم. وبيقوي عبد الفتاح، لكن اللي بيعتقلكم اللي بيبيع تيران وصنافير ليهم، ما هو اتنزل لهم عن تيران وصنافير الراجل بتاعهم، يقوم مظبطينه واقف على حيلك، بيفشخ في المصريين وبيعتقلهم، ده غير اللي هربوا يعني بره، ولا فكك منهم، احنا معاك اهو، حتى لو اوروبا بتقول عليك والبرلمان الاوروبي احنا جنبك. طيب ومين تاني؟ تمتومه تميم اللي بقاله 9 سنين السيسي ماسكه غسيل ومكوى، انت ارهابي، انت اللي بتموت يوم الشهيد، مش هنسيب حقك البلد اللي ويطلع بقى احمد جاموسه وعمرو تعريض قطر بتقتل. بتاعت يوم 11/11 ما نجحش. اولا هو نجح، بان جدا 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 خوف الداخليه وخوف عبد الفتاح السيسي من حضراتكم، بدليل ان مصر كانت فاضيه، صحراء جرداء. قد ايه هو مرعوب منكم مع انكم ما نزلتوش، امال لو نزلتم كان ايه اللي حصل؟ ثانيا وثالثا ورابعا، انا قلت في اخر فيديو ليا انا ليا طار معاه، اكيد كل واحد حر عمره ما هيسيب حقه ابدا. اي راجل حر بجد، بوجهه نظري يجوز انا غلط، كونك اتاذيت وشايف ان الاذى ده جالك بدون وجه حق، اكيد مش هتسيب حقك، ولو سبت حقك تبقى انت اصلا مش راجل. يعني تعالى نبص النهارده مثلا على مثال، الشعب الاوكراني قدام الدب الروسي، ومع ذلك قاعد بيجتهد ان يدافع عن بلده، لكن ما سابهاش وجري، ما خدش بعضه وقال لك يا لهوي هنحارب روسيا، ده اقوى تاني جيش في العالم، عندنا عيال عايزين نربيها، عندنا ايه يا عم اهرب على اي حته، ابدا. وقف يواجه، وعنده شباب بتموت وعنده ناس، لان رجال ما ينفعش يسيب حقه، لو هو مؤمن بجد ان دي بلده لازم يدافع عنها. على سبيل المثال اخواتنا واهلنا اللي ماتوا في سيناء، دفعوا وماتوا ودفعوا شبابهم وعمرهم وسابوا بيوتهم وسابوا ولادهم عشان يدافعوا عن ارضنا، يبقى ده وضع طبيعي. فانا ازاي هسيب حقي؟ ليه؟ لان انا هجاوب على حاجه بقى قصاد حقي. في استاذ اسمه مواطن ونص، انا متابع كل حاجه، خلي بالكم، يعني لو حد في دمياط صرخ، حد في النوبه صرخ، انا يعني قاعد لكم واكل شارب نايم معاكم. قضيتنا بلدنا، هنقعد نحارب نلحق، والناس اللي اتعدمت ظلم جوه السجون ديت لازم تاخد حقها، والناس اللي اتحبست ظلم دي لازم. اذا كل مصري ما اتظلمش على ارضه واخد حقه، يبقى العدل كده ما تمش، يبقى كده. فيبقى اللي ليه حق ما ينفعش يسيبه، مفيش حاجه اسمها ان احنا هنصور او الا لما ناخد حقنا. ولكن انا اخشى من ايه؟ عمليه الثوره ديت دي حاجه معجزه من عند ربنا، ان احنا نتحد وان احنا نقف كلنا جنب بعض كده وندافع عن بلدنا، لان شايفين بلدنا رايحه في انهيار. ولكن للاسف الشديد انا شايفها من 7 سنين، من ساعه ما الراجل ده ما مسك وزير الدفاع، الراجل العبيط المتخلف اللي اسمه عبد الفتاح السيسي، واحنا رايحين لحيطه سد، يعني هننهار، احنا والجيش هننهار. وده اللي انا قلته كذا مره. لو الجيش كان ماشي صح، انا كان ايه المشكله؟ بعمل سرير بيت الريس وبدفن امه، وبعمله الاحتفاليه، وبعمله الفندق بتاع صاحبه، وبعمل المحكمه الاقتصاديه، يعني حد، وعامل المعصره، مركز شباب المعصره، وعامل مركز مش عارفه، يعني عامل شغل يعني مليارات. فانا هكره ليه؟ لكن انا قلت للجيش ان انتوا هتلبسوا في حيط. قال لك انت ما بتفهمش حاجه، انت بتتكلمش في السياسه. قلت مش هشتغل، بشتغل، بتكلم مع اصحابي، بتكلم مع اخواتي، بتفكر كلمتين. الجيش ماشي غلط، عبد الفتاح السيسي ده ماشي غلط، هيودينا في 60 دقيقه. فجاه انت بتتكلم في السياسه، تعالى هنا، انت بتتكلم سياسه ايه؟ هو انا هبقى عضو مجلس الشعب ولا هبقى نيله ولا هبقى رئيس جمهوريه؟ هتنفع يعني؟ راجل اخر جامعه مفتوحه سنتين، يعني ما فيش حاجه، رايح في داهيه. فايه بتكلم ايه السياسه؟ مش عارف ايه هي وجه ايه هي السياسه؟ سياسه ايه؟ بتكلم في الاقتصاد، بنعمل مشاريع غلط، يجوز هي صح، يجوز هم فاهمين، انا مش فاهم، خلاص اديني اشتغلت. بس بقول لك المشاريع دي فنكوش وهنلبس في حيط، احنا المفروض مثلا نزرع قمح، اللي انا حكيت لكم قبل كده كتير. المهم قلت وجهه نظري، فجاه بقت سياسه، فجاه انا مش عايز اشتغل معاكم، فجاه انت يعني ما تشتغلش معانا. انا يا عم خلاص بطلت مقاولات، وقلت خلاص عايز اقفل الشركه ومثلا هشتغل في مهنه التمثيل. لا، ده يعرف اسرار ياخد اعدام، ده كلام.
فانا خايف اللي هيحصل ايه؟ فوضى جياع، فوضى جياع. احنا بنامل ان يكون في ثوره نتحد فيها عشان نلحق بلدنا من الفوضى، ولكن للاسف اللي انا شايفه، وللاسف انا مؤمن بنسبه اكبر ان احنا هنروح لفوضى جياع. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا كمصريين ما نوصلش للمرحله دي، لانها تبقى مرحله مؤسفه. ان في دول قد كده بقى حجمها فوق في السماء، واحنا يا مصريين حضاره وقوه وعظمه بقينا النهارده هنخش فوضى جياع، يعني هندور على اللقمه زي بنرمي الكتاكيت. فيبقى الثوره ديت او اللي احنا بنحضره بنحاول نجتهد الناس تتحد وان هي تنزل الشارع عشان نلحق وننقذ بلدنا. ساعات بتبوء بالفشل، ممكن الناس تكون خايفه، ايا كان. احنا كنا في الموضوع ده كتير، ولكن احنا للاسف داخلين في فوضى جياع لا محاله. بيقعد يا باشا بالخمس سنين وبالست سنين، ياما في السجن مظالم. ده احنا اساتذه في الظلم. انا من الناس اهو بيه كنت بعمل اصول الباشا، وعشان قلت وجهه نظري ان المشاريع دي فنكوش، قال لك ده بيتكلم في السياسه اعدام، وعايزين ياخدوا بقى مامه الاولاد وهيصادروا اموالي زي صفوان ثابت والسويرك. اي حد بيلبس اي تهمه زي ما انت كده اتخذت من بيتك كده وقلت اصل بنت نفسيتها تعبت. امال انا وبناتي يعملوا عندي خمسه، ها الله اكبر، يعملوا ايه؟ اتدمروا. وكنت انا هتعدم وممكن هتتسحل، وكان عندي بنتين كبار كان ممكن يتسحلوا، خدتهم وطلعت بره البلد غرت في داهيه. اللي ربنا ياخدك يا بعيد يا كداب يا منافق. ترى وصنافير ايه